والحائل القوي بينك وبين الوقوع في المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولكن الإيمان يا أخي والإيمان يا أختاه ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته الأعمال بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. إن كل واحد يستطيع أن يقول إنه مسلم، بل يرتقي إلى أعلى ويقول إنه مؤمن. كل واحد يستطيع أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار يذكرون الله. المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نشهد إنك لرسول الله. المنافقون يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم لمنهم وما هم منهم. ولكن كل هذه الشهادات والأيمان لم تنفعهم، فهم في الدرك الأسفل من النار تحت كل مشرك وكل دهري وكل يهودي وكل نصراني، لأن هذه الشهادات والأيمان لم تأتي عن يقين وإيمان ولا عن قبول وإذعان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الإيمان جد وعمل ومصابرة وحبس للنفس على ما تكره من طاعة الله ومنع لها عما تحب من معصية الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فيا أيها المسلمون، من منا إذا ذكر الله وجل قلبه خوفا من الله وتعظيما لله؟ من منا إذا تليت عليه آيات ربه زادته إيمانا واستبشر بها لما يجد في نفسه من حلاوة التصديق بها والامتثال لأحكامها؟ من منا قام بتحقيق التوكل على الله والاعتماد عليه وعدم التعلق بالمخلوقين؟ من منا قام بالإنفاق مما رزقه الله؟ من منا بذل زكاة وسد حاجة الأهل والأقارب والفقراء والمساكين؟ من منا ذاق طعم الإيمان؟ من منا ذاق حلاوة الإيمان؟ وهل للإيمان طعم؟ وهل للإيمان حلاوة؟ نعم، للإيمان طعم وحلاوة. ففي الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي رواية: ذاق طعم الإيمان. فسلوا عن طعم الإيمان أنس بن النضر يوم أن قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فسلوا عن حلاوة الإيمان بلال بن رباح يوم أن أخرج في صحراء مكة ووضع على ظهره صخرة كبيرة وهو يردد هذه الكلمة الرقيقة الرقراقة التي خرجت من قلب امتلأ بالإيمان: أحد أحد. بل سلوا عن طعم الإيمان حرام بن ملحان يوم أن طعن في رأسه فتلقى دمه بكفه ثم نضحه على رأسه ووجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فهيا أيها الناس للتحلي بالإيمان قبل فوات الأوان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى
تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله.